بتحاول تتعلم الألماني عشان خاطر الأوسبيلدونج وحاسس إن اللغة هي أكبر عقبة بالنسبة لك، وحاسس كمان إنك واقف مكانك، فركز معايا كويس في الكلمتين اللي جايين دول عشان هيغيروا مفاهيم كتير عندك. بص يا صاحبي، أنت مش غبي والألماني مش مستحيل، بس المشكلة إنك أنت بتذاكر بالشكل الغلط. بتفتح مثلا وبتذاكر من 5 تطبيقات، وكمان بتتابع لك حوالي 3-4 مدرسين، وبتحفظ كلمات كتير بدون جمل. اللغة اللي أنت عايزها عشان الأوسبيلدونج مش محتاجة منك انك تبقى مدرس ألماني، محتاجة منك بس انك تفهم 4 حاجات. اول حاجة تفهم اساسيات صح، وتحفظ جمل مش كلمات وتستخدمها في خلال اليوم بتاعك، وكمان انك انت تعرف تتكلم عن نفسك، لان ده اللي انت هتستخدمه في الفورشتيلنج شبريش او المحادثه مع الشركه. رابع حاجه وهي اهمهم انك انت تحفظ او تفهم جمل وكلمات من داخل المجال اللي انت هتقدم عليه، غير كده مجهودك كله هيضيع على الفاضي. فلو عايز سلسله تطور بيها لغتك الالماني عشان توصل لعاد الاوسبيلدونج، اكتب لي في الكومنتات اسرار تعلم الالماني، واحفظ الفيديو ده وانا هكمل لك عليه السلسله بتاعتك.